يقول إني اليوم صائم وأمكث نهارا طويلا أمام المسلسلات والأفلام، وأرى العارين والعاريات، وأرى الدعارة. أعز الله سمعكم. ثم يصح الصوم، فيقول الفقيه: إذا أمسك عن الطعام والشراب والنساء والشهوة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس صح صومه. ويقول أرباب الطريق إلى الله: فليس لله حاجة في صومك. ربما لا تقبل على الله من المفترين في رمضان، لكن تقبل على الله خالي الوفاض. صمت بلا ثمن، بلا مقابل، بلا حسنة، ومع ذلك فإنك لن تتهذب ولم تذق طعم الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. لذا ينبغي أن تعلم الماكثين لك على الرصد يعدون مذ شهور عددا أقبح ما يخرجه وعاء هؤلاء، يفتعلونه لك في رمضان. ليه؟ ليضيع عليك الصوم. تأمل. وإياك وشياطين الإنس المتقدمين عن شياطين الجن، فإنهم اليوم يطعنون في عقيدتك ويسخرون من الله ورسوله، ولم يعد الأمر اقتحاما لبعض المعاصي، بل صار الأمر هدما لما في قلبك من كل معنى للحياة، فتحيا حياة أكاديمية روتينية لا إيمان فيها. فتأمل.